اهلا بيكم مرة تانية. في الفيديو اللي فات فهمنا قد ايه الكمبيوتر ممكن يكون غبي شوية، وان هو لازم ياخد تعليمات بسيطة علشان يفهمنا. طيب التعليمات دي بتروح فين وايه اللي بيحصل جوه الصندوق الاسود ده علشان تتحول لتعليمات هو يفهمها؟ النهاردة احنا مش هنفك الصندوق ده بس، لا احنا كمان هنبص جواه علشان نعرف عيلة الكمبيوتر والاجزاء اللي بتتناغم مع بعضها علشان تخلي الكمبيوتر ده ذكي. علشان نفهم الكمبيوتر تخيل معايا العيلة دي كلها، اولهم واهمهم هو السي بي يو. السي بي يو ده يعتبر المدير بتاع الكمبيوتر، هو اللي بياخد القرارات وهو اللي بينفذها. اذكى جزء في الكمبيوتر سرعته خرافيه، ممكن ينفذ مليارات التعليمات في الثانيه الواحده. بعد السي بي يو على طول والدور الاهم برضه في الجهاز وهو الرامات، وهي الذاكره الاساسيه، المين ميموري، وهي مكتب العمل بتاع السي بي يو. اي برنامج او اي بيانات بيكون السي بي يو محتاجها علشان يشتغل عليها بيسيبها عند الرامات. هي سريعه جدا بس بتنسى وبتفقد كل البيانات اللي جواها لما البرنامج بتاعك بيتقفل او الكمبيوتر بيتقفل. العضو الثالث في العيله دي اللي هي الذاكره الثانويه او السكندري ميموري، ودي بقى زي الخزنه بتاعتنا كده، بنحط فيها كل اللي احنا عايزينه، ملفاتنا، برامج، الفيديوهات، اي حاجه بنكون عايزين نشيلها بنحطها عليها وبتفضل موجوده البيانات بتاعتنا حتى لو الجهاز اتقفل، زي الهارد ديسك بتاعك، الاس اس دي او الاتش دي دي او حتى الفلاش. واخر حاجه معانا هي اجهزه الادخال والاخراج. الادخال زي الماوس والكيبورد، والاخراج زي الشاشه والسماعات. طيب دلوقتي عرفنا افراد العيله دي كلها وعرفنا بيشتغلوا ازاي، تعال اقول لك بقى البرنامج بيعمل ايه من اول ما بيتفتح لحد ما انت ما بتقفله. تخيل معايا وانت بتكتب برنامج بايثون بسيط كده، البرنامج ده بيعمل ايه؟ اول حاجه الكود بيروح على الذاكره الثانويه اللي هي الهارد ديسك، تلقائي جدا زي اي ملف موجود عندك. ولما بتقول للكمبيوتر شغل لي البرنامج ده، الكمبيوتر بياخد نسخه من البرنامج بتاعك من الذاكره الثانويه وبيحطها في الذاكره الاساسيه اللي هي الرامات. مجرد ما البرنامج بتاعك بيتحفظ في الرامات بيجي دور المعالج السي بي يو ويقول للرامات ايه الامر اللي عندك علشان انا انفذه. مجرد ما الرامات بتديله الامر السي بي يو بينفذه ويرجعه تاني للرامات، وبعدها هتفضل العمليه دي شغاله رايح جاي، ودي اسمها عمليه الفيتش اكسكيوت سايكل. ولما البرنامج بتاعك يخلص شغله او الكمبيوتر بتاعك بيتقفل، الرامات بتاعتك بتبدا تنسى وتفقد كل البيانات اللي كانت موجوده جواها، لكن ما تخافش هي موجوده في الهارد. وزي ما شفنا الكمبيوتر ما طلعش صندوق اسود خالص، هو مجموعه من الاجزاء اللي ماشيه في نظام صارم، والبرنامج بتاعك هو اللي بيتحكم في النظام ده. ومجرد ما انت معرفت الاجهزه دي والاجزاء دي ماشيه ازاي في النظام بتاعها، هتعمل برنامج يكون بسيط وسهل وخفيف على الكمبيوتر بتاعك ويخلي الكمبيوتر ينفذ الاوامر دي بسرعه. وبس كده. في الفيديو الجاي هنبدا نثبت بايثون والفيجوال ستوديو كود علشان باذن الله نكتب اول كود بايثون لينا ان شاء الله. متحمس جدا للخطوه الجايه، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب كالعاده، واشوفكم في الفيديو الجاي.